ولحن الفنان أحمد صفوان أيضا قام بتلحين بعض الأفلام تسجيلية شارك في العديد من الرحلات الشعرية العالمية مع كبار الشعراء والمبدعين، منهم على سبيل المثال وائل سويدان، سعيد أفريد، سعيد الصاوي إلى آخره. من الشعراء الذين شرفونا في هذا الصالون منذ سنوات الأستاذ مصطفى الجاحي، والشاعر الشاعر سعيد شكري، وغيرهم من الشعراء. الحقيقة في نقطة مهمة جدا الحقيقة، هي علاقة فؤاد حداد رحمة الله، فؤاد الحجاج رحمة الله عليه مع الأستاذ فايد عبد العزيز. فؤاد حجاج عمل مع فايد عبد العزيز شغل الحقيقة يعتبر علامة فارقة في تجربة الكبير فايد عبد العزيز، حيث تشاركت معا في 4 أعمال مهمة. أولهم طبعا حبة عشر المحروسة. حبة عشر المحروسة كلمات فؤاد حجاج، اللحن وأداء الأستاذ فايد عبد العزيز. هذا العمل يعتبر طاف بهما أو طاف بهم في كل الوظائف المعمورة في مصر. من أهم الأعمال الفنية أيضا بعد كده الحقيقة قدمت في معظم القنوات الفضائية، يعني بتكلم عن حبة عشر المحروسة، ثم قدم معا أيضا الحالة الثانية بعد نجاح الحالة الأولى اللي هي حبة عشر، حبة اللي هي قوم يا مصر، ثم الحالة الثالثة مصر جاية، ثم الحالة الرابعة يا وطن، وأطلق عليهما معا الثنائي فايد وفؤاد على غرار الثنائي الشهير أحمد فؤاد نجم وشيخ. فهو قدم الحقيقة فترة فنية رائعة مع المرحوم فؤاد حجاج. الأستاذ فايد عبد العزيز سافر إلى جنيف وغنى مناجم الجاليات العربية، ثم سافر أيضا إلى تونس ورفق الشاعر أحمد فؤاد نجم والشاعر شهير أبو فتوح. الحقيقة هذه كانت نبذة بسيطة عن الأستاذ الفنان الكبير فايد عبد العزيز، ونرحب به للمرة 100